البنية السحابية أو الكلاود مش رفاهية، دلوقتي هي العمود الفقري لكل مشروع حديث. لو شركتك بتفكر في الكلاود مايجريشن اكتب لي جاهز. الكلاود مريح بس مش آمن تلقائيا. فهل بتحمي الداتا؟ هل في باك اب للكلاود؟ هل تقدر تراقب العمليات؟ Azure IaaS يعني Infrastructure as a Service، يعني بدل ما تشتري سيرفرات وستورج ونتوركينج بتأجر كل ده من مايكروسوفت على الكلاود. كل اللي بتحتاجه متاح كخدمة بدون أجهزة وبدون تعقيدات. تابع معايا للشركات بتتجه للحل ده. دلوقتي معظم الشركات بتتحول من الهاردوير للكلاود، والسبب بسيط، لأنه أسرع وأرخص وأسهل. Azure IaaS بيدي تيم الاي تي مرونة عالية من غير انتظار أو مصاريف تقيلة. في الفصل الجاي هنشوف مميزات Azure اللي فعلا بتفرق. أنا عمرو جمال، وساعدت شركات تنقل بياناتها للكلاود بشكل آمن وسلس، وندعو الله إن هو يحمي أهلنا في غزة وينصرهم ويثبتهم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. مع Azure تقدر تزود الفيرتشوال ماشين في أي وقت وتقللها كمان لو الحمل قل، يعني سكيلابيليتي فورية من غير ما تطلب أجهزة أو تستنى توريد. يلا نشوف إزاي Azure بيساعدك تتحكم في التكلفة. Azure بيشتغل بنظام Pay as you go، بتدفع بس على اللي استخدمته من غير كابيتال اكسبنسز أو كوميتمنت كبير. لو عايز توفر أكتر في ريزيرفد انستنسز بأسعار أقل. طب والأمان؟ خلينا نخش على الحتة دي. Azure في بيلت ان سكيورتي زي مايكروسوفت ديفندر وسكيورتي سنتر، وفي فيتشرز زي الاكسس كنترول والانكريبشن والكومبلاينس عشان تحمي بياناتك طول الوقت. طب لو السيرفر وقع؟ تابع معايا. Azure بيشتغل من داتا سنترز منتشرة عالميا، ومعاه اوتوماتيك باك اب وجيو ريدندنسي، يعني شغلك دايما شغال ايفن لو حصل اوتج محلي. هل في خط واضح لنقل البيانات؟ طب عندك باك اب للكلاود تلقائي؟ هل في تحكم في التكاليف؟ لو لا يبقى في مخاطرة كبيرة. يلا نقارن Azure بالمنافسين الكبار. AWS قوي ومتنوع، بس Azure متفوق في السكيورتي والانتجريشن ومايكروسوفت ايكو سيستم. لو شركتك بتستخدم ويندوز او SQL سيرفر فآجور هيوفر وقت ومجهود. طب وجوجل كلاود؟ نشوف رأينا فيه. جوجل كلاود بتتميز في الاي والبيج داتا، لكن لما تيجي تبني انفراستراكشر كامله لشركتك Azure بيديك توازن ممتاز ما بين الاداء والاستقرار والتكامل. طب كل ده تمام، الاسعار بقى؟ شركه تطوير برمجيات كانت بتعاني من صعوبه في التوسع. بعد نقل البنيه لآجور تم تقليل التكاليف 28%، وزادت السرعه التشغيليه تقريبا مرتين. التحول السحابي مش بس موضه، ده اتجاه عالمي لتقليل التكلفه وزياده المرونه. مايكروسوفت Azure بيوفر لك خدمات بنيه تحتيه Infrastructure as a Service على قد الطلب، سيرفر، تخزين، شبكة، وكل ده بإدارة لحظية. استثمارك هنا بيخليك تبدأ صغير وتكبر من غير ما تغير أي حاجة في الأساس. تابع معايا علشان نوضح أسعار الاشتراكات المتغيرة وإزاي تضبط استخدامك علشان تقلل الفاتورة. تقدر تبدأ بفري ترايل لمدة 30 يوم من Azure، ومعاه فري سيرفيسز زي Virtual Machines وستورج. فرصة مثالية عشان تجرب IaaS بدون التزام مالي. طيب لو عجبك، في خطط تانية ممتازة. تقدر تكمل ببي از يو جو أو تختار ريزيرفد انستنسز بأسعار أوفر. ولو شركتك في مصر ففي لوكال كارنسي بيلينج ودعم من بارتنرز معتمدين زي جلوبال براندز. ولو عندك تراخيص ويندوز أو SQL استخدم Azure Hybrid Benefit ووفر أكتر. دلوقتي هو الوقت الصح إنك تبدأ رحلة Azure IaaS. وأنا كعمرو مش مجرد صانع محتوى، أنا شغال في السوق ده من 15 سنة وبساعد شركات حقيقية كل يوم، وده السبب اللي خلاني أعمل الفيديو ده ليك أنت عشان تاخد قرار وأنت مطمن. اعمل لايك لو حابب تشكرني. المحتوى ده قيم وهام للناس اللي في المجال بتاعنا، فلو عارف حد هيستفاد خليك كريم وابعته الفيديو. لو محتاج استشارة مجانية الناس اللي مش معاها موبايلي ادخل على موقعي techwithamro.com أو ابعتلي على الإيميل info@techwithamro.com. لو مش جاهز للكلاود العرض هيفوتك، اكتب لي في الكومنتات سحابي، واستنى الفيديو اللي جاي عن مايكروسوفت 365 والكولابوريشن تولز.